حكمة وقالوها زمان: القوي مش اللي عمره ما وقع، القوي اللي وقع 100 مرة وكل مرة بيعرف يقف تاني. ايه دخل ده بمجال المبيعات؟ ده أول قاعدة تكون متأكد منها قبل ما تخش مجال المبيعات، لأن مجال المبيعات هو أكتر مجال في العالم فيه إحباط. مفيش مجال تاني في العالم فيه نفس الإحباط اللي موجود في مجال المبيعات. بقول لك على حاجة أحلى، ده غالبا أنت بتبقى عامل كل اللي عليك زي ما قال الكتاب بالظبط والبيعة ما بتتمش، وبتسأل ليه ما تمتش؟ الإجابة بتكون بكل وقاحة كده. لأن باختصار لو كل بيعة هتخشها هتتمها كان العالم كله اشتغل في المبيعات. يعني المشكلة سوق حلو وفلوس كتير ومفيش حاجة ملوش سقف، طب ما كلنا نشتغل في المبيعات. لكن الحقيقي اللي بيحصل ايه؟ ان كل يوم بيخش مجال المبيعات آلاف من الناس، وكل يوم بيخرج من مجال المبيعات آلاف من الناس. اللي بيفضل بس اللي مؤمن بقاعدة واحدة: استمرار السعي مع عدم ضمان الوصول. طب انا هكسب ايه من السعي؟ وايه جدوى السعي لو هو مفيش ضمان للوصول زي ما انت بتقول؟ بص، مفيش بني آدم في العالم من بدء الخليقة لحد يومنا هذا سعى في موضوع وخرج منه زي ما دخل. انت بتبقى خارج كسبان، وكسبان كتير بس انت مش واخد بالك. طب كسبان ايه؟ كسبان خبرة في التعامل مع الناس والمواقف، كسبان قوة، نشفت بعد ما خدت على نفوخك وشفت ودقت طعم الفشل واخترت ان انت تكمل، فده لوحده قوة. كسبت ذكاء في التعامل مع المواقف، كسبت 70% من النجاح اللي هو ان انت استمريت في السعي، فده لوحده كفيل ان انت هتنجح. بيخليك لما تخلص بيعة دي ما كانتش نتيجة اللي انت عملته في البيعة دي، ده نتيجة الفشل اللي انت جربته واخترت ان انت تكمل، وتعلمت من فشلك وتعلمت من اخطائك وتعلمت من المواقف السابقة اللي خلاك تتم البيعة دي. من الاخر، علشان تكمل في سوق المبيعات لازم تكون مقتنع بحاجة واحدة بس: العظمة مش في انك توصل لخط النهاية، لان مفيش خط نهاية. العظمة في ان يكون عندك السلام النفسي لانك تستمر في السعي حتى مع عدم ضمانك للوصول.